النهارده هنتكلم عن أهم نقطة في تعلم اللغة الإنجليزية. هنتكلم النهارده عن أهم كائن موجود في عالم اللغة الإنجليزية وهو الفعل. بص يا سيدي، لازم اولا تبقى عارف ان الفيرب او الفعل هو نمبر 1 في الاهميه، تمام. رقم 2 لازم تبقى عارف يكون نمبر 2 في البوزيشن في المكان، اوكي، يبقى بيكون في السكند بوزيشن، هو في الترتيب الثاني في الجمله، اوكي. رقم 3 دي التايبس بتاعته، دي الانواع بتاعته، هو الفعل له 3 انواع. رقم 4 لازم تبقى عارف ان دي الفورمز بتاعته، هو له 4 فورمز، له 4 اشكال. هو بصراحه مفيش 5، بس انا حبيت اقول لك ان الاربع حاجات دول لو انت عرفتهم كويس فانت هتقدر بشكل كبير تبقى ملم بالفعل، وبالتالي فانت ملم بازمنه اللغه، وبالتالي فانت بنسبه كبيره جدا الجرامر بالنسبه لك هيكون لذيذ. طيب نبدا باول حاجه، هو اهم ليه؟ هو ليه الفيرب هو اهم كلمه؟ هو اهم كلمه لانه سيادتك بيحدد لك زمن الجمله، ما تقدرش تحدد زمن الجمله في اللغه الانجليزيه الا لما تشوف الفيرب، وبالتالي فهو اللي بيحدد الجمله، تمام. رقم 2 بيحدد لك هل الجمله اللي قدامك ديت اكتف ولا باسيف، يعني بتتكلم عن معلوم ولا مجهول، اوكي، من الفيرب. الفيرب كمان بيحدد لك انت بتتعامل مع سينجولار ولا بلورال، بتتكلم على مفرد وبتتكلم على جمع. الفيرب برضو بيحدد لك انت بتتكلم على دايركت ولا اندايركت، بتتكلم على كلام موجه بشكل مباشر ولا كلام غير مباشر. الفيرب كمان هو اللي بيساعدك في انك تحط الكويشنز، الاسئله بتاعت الجمله، وكمان تحط الانسر، الاجوبه بتاعت الاسئله دي، وبالتالي فهو واخد نمبر 1 في الاهميه. طيب لازم تبقى عارف برضو انه بيكون رقم 2 في الجمله، يعني الجمله قوامها في اللغه الانجليزيه بتتكون من فاعل، بعد كده فعل subject and verb، وبالتالي فالفعل بيكون رقم 2 في الجمله. طيب رقم 3 ايه هي انواع الفيرب؟ 3 تايبس اللي هم الثلاث انواع بتوع الفعل، فانا عندي 3 انواع للفعل. في عندي حاجه اسمها افعال مساعده، في عندي حاجه اسمها افعال ناقصه، وفي عندي حاجه اسمها افعال عاديه. يبقى انت اي فعل في الدنيا هيندرج تحت واحد من الثلاثه دول، يا اما هيكون مساعد، يا اما هيكون ناقص، يا اما هيكون عادي، وهنتكلم عن كل نوع من دول بالتفصيل، تمام. طيب ايه هي الفورمز؟ ايه هي الاربع اشكال؟ الاربع اشكال عندي بيكون المصدر اللي هو الانفينيتيف، وعندي present simple او الفيرست فورم اللي هو التصريف الاول بتاع المضارع البسيط، والباست سمبل او السكند فورم اللي هو التصريف الثاني بتاع الماضي البسيط، او الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث. يبقى انا كده عندي الفعل نمبر 1 في الاهميه، نمبر 2 في البوزيشن، نمبر 3 في التايبس، نمبر 4 في الفورمز، اوكي. ده مبدئيا لازم تكون عارف الكلام ده كويس قبل ما تدخل على الفعل. نخش بعد كده ونعرف ايه هي الفورمز، ايه هي التايبس بتاعت الفيرب، بتاعت الفعل، ايه هي انواع واشكال الفعل. بص يا سيدي، بص على الشارت اللي قدامك ده كويس، هتلاقي عندك ان الفعل له تايبس اللي هي الافعال المساعده والناقصه والعاديه، وكمان كل نوع من الثلاثه بيكون له فورمز مختلفه، بيكون له اشكال مختلفه. فهتلاقي مثلا عندك انت بتتكلم عن الانفينيتيف، بعد كده الفيرست فورم اللي هو البريزنت سيمبل، بعد كده بتتكلم على السكند فورم اللي هو الباست سيمبل، بعد كده بتتكلم على الباست بارتيسيبل. لو انت خليت الشارت ده دايما في دماغك، الجدول ده دايما في دماغك، صدقني هتفهم حاجات كتير جدا ممكن تكون خافيه عنك. فدي مثلا في الافعال المساعده هو فعل واحد بس اللي هو بي، اللي هو يكون، وطبعا في حلقه خاصه كامله بفيرب تو بي من اوله لاخره، بدايته تاريخه كله هتلاقيه موجود في حلقه كامله عن فيرب تو بي. فيرب تو بي هتلاقي الانفينيتيف بتاعه اللي هو البيور فورم، اللي هو الشكل الخام بتاعه، الاصل الخام، هتلاقي اللي هو بي، اوكي. هتلاقي ان الفيرست فورم او المضارع البسيط بتاعه ام اس ار، هتلاقي السكند فورم اللي هو الباست سيمبل بتاعه هتلاقيه باست وير، هتلاقي التصريف الثالث اللي هو الباست بارتيسيبل هتلاقيه بي. وخد بالك ان البريزنت سيمبل والباست سيمبل دايما بييجوا من الفيرست فورم والسكند فورم، بييجوا من التصريف الاول والتصريف الثاني. فانت بما انك بتتكلم عن present simple فانت خد التصريف الاول، تتكلم عن past simple خد التصريف الثاني، اوكي. التصريف الثالث بين ده بنستخدمه في حاجه من اثنين في اللغه الانجليزيه، بنستخدمه في الباسيف فويس، بنستخدمه في المبني المجهول، او بنستخدمه في البيرفكت تنسز اللي هي الازمنه التامه، اوكي. فانت لو رحت تجيب بين فانت رايح لحاجه من اثنين، يا اما رايح لزمن تام او رايح لزمن مجهول، اوكي. طيب نيجي على الافعال الناقصه، في عندي حاجه اسمها مصدر مش موجود، وفي عندي حاجه اسمها تصريف ثالث مش موجود. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الافعال الناقصه دي هي اسمها ناقصه لاسباب محدده. ايه هي الاسباب دي؟ ان ملهاش مصدر، يعني مش زي مثلا فيرب تو بي لا مصدر، ملهاش مصدر، وبالتالي فهي فعل ناقص. ملوش تصريف ثالث زي مثلا فيرب تو بي له بين، هو ملوش تصريف ثالث فعل ناقص.
طيب في سبب ثالث وده اهم واكيد، انه لازما يكون followed by an infinitive، يعني بيكون متبوع دايما بمصدر. يعني فعلا المصدر ما ينفعش يجي في جمله الا لما يكون بعده مصدر. فتقول مثلا I can fly، انا استطيع ان اطير، فكان جاي بعدها fly. ما ينفعش تقول I can fly مثلا او I can fly، ما تجيش. you should study hard، فشود جاي بعدها study، وstudy هنا بتتكلم عن infinitive مصدر، وبالتالي فالفعل الناقص لازم يكون بعده مصدر. تمام. طيب ايه هي الافعال الناقصه؟ في عندي مصدر ما فيش، عندي تصريف ثالث ما فيش، لكن عندي first form وعندي second form. في عندي تصريف اول وتصريف ثاني. التصريف الاول في عندي can، في عندي will، في عندي shall، في عندي may، في عندي must. لكن في التصريف الثاني هتلاقي could، هتلاقي would، هتلاقي should، هتلاقي might، هتلاقي ought. طبعا ما فيش تصريف ثالث. وال10 دول مع ال7 اللي فوق دول يبقى كده 17. اي verb، اي فعل غير ال17 دول حطه في الافعال العاديه. يعني عايز تقول مثلا ياكل eat، فده فعل عادي. عايز تقول مثلا يفعل do، ده فعل عادي. يشرب drink، ده فعل عادي. بيطبق عليه القواعد اللي فوق اللي هي المصدر والتصريف الاول والتصريف الثاني والتصريف الثالث. يعني له مصدر، له تصريف اول، له تصريف ثاني، له تصريف ثالث. طيب ليه؟ بما ان هو بينطبق عليه نفس القواعد اللي بتنطبق على فيرب تو بي. طبعا الافعال الناقصه مالهاش مصدر وتصريف ثالث. ليه ما خدناهمش كلهم مع بعض؟ فقلنا مثلا الافعال عندنا بتنقسم الى افعال ناقصه وافعال عاديه مثلا، او كده يعني. لا، هو بس في فرق واحد، ان فيرب تو بي مصدره غير تصريفه الاول. فتلاقي فيرب بي ده المصدر، هتلاقي التصريف الاول ام اس ار. لكن لو جيت على اي فعل عادي فهتلاقي ان المصدر هو الفيرست فورم مع الاضافات اللي بنتكلم عنها في البريزنت سمبل. لما نيجي نعمل مضارع بسيط بنحط الاس والاي اس والاي اس والكلام ده كله. طبعا ده في حلقه كامله عن البريزنت سمبل. لكن اللي انا بتكلم عنه دلوقتي ان الافعال العاديه هي بينطبق عليها برضو ان لها مصدر وتصريف اول وتصريف ثاني وتصريف ثالث. مصدر له حالات محدده بنجيبها فيه. تصريف اول بنجيبه في المضارع البسيط، تصريف ثاني بنجيبه في الماضي البسيط، التصريف الثالث زي ما قلنا في التام والمبني للمجهول. تمام. دي كانت الفورمز والتايبس اللي هي اشكال وانواع الفعل. لو انت فهمت كويس الجدول ده كويس، لو فهمت الانواع والاشكال بتاعه الفعل كويس والتداخل اللي ما بينهم، هتقدر تكون جاهز بنسبه كبيره جدا انك تفهم التنسز اللي هنتكلم عنها اللي هي ازمنه اللغه الانجليزيه، سواء كانت ازمنه simple او continuous او perfect، ازمنه بسيطه او مستمره او تامه.